اهلا بيكم يا امارات، يا رب تكونوا في خير وصحة وراحة بال. يلا نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل الخيار السريع بأبسط طريقة، وأعرفك التركات اللي هتخلي الخيار يطلع معاكي مقرمش وجميل جدا. أول حاجة إن المية نغلي حوالي لتر مية. نسيبه يبرد، بعد ما غليناه نسيبه يبرد. كده المية تكون معقمة. تاني حاجة، المية بعد ما بردت أنا هنا ضفت لها الملح. الملح حوالي 4 معالق كبار، أو تقلليه حسب انت بتحبي المخلل حادق ولا ملحه خفيف ولا ايه، بس 4 معالق بيكون مظبوط. وبضيف له كركم وبابريكا، حوالي يعني ايه رشة كده. وتضيفي معلقة كبيرة سكر، وتقلبي الكلام ده كله كويس قوي. السكر هيحفظ الخيار ان هو يعني ما يعملش ريم ولا يبوظ منك. فمهم قوي. هنا كنت مجهزة قرنين شطة، وكمية توم كويسة يعني. حابة تزودي عن كده براحتك. انا هعمل حوالي برطمانين صغيرين، فالكمية دي معقولة. عندك بقى خيار متبقي في التلاجة، هيبوظ اي حاجة. هو يفضل طبعا يبقى صابح، بس مثلا لو انت عندك خيار وعايزة تعملي حاجة سريعة كده او تستغليه، اعملي الموضوع ده. هنا الشطة كنت يعني ايه بعملها بالسكينة كده، شلت الجزء اللي فوق وبعملها يعني ايه فتحة صغيرة كده من الجنب. تالت تركة، ان البرطمان اللي تستخدميه يكون ازاز، وتكوني معقمة كويس بمية غسلة طبعا، ومعقمة بمية سخنة وسايباه يتجفف تماما. وبس بتضيفي بقى فيه الخيار وعليه المية، او العكس. احنا كده كده مملحين المية وتمام. احنا بس بنرص الخيار ومعاه قرن شطة، وعليه المية بس كده. وطبعا بضيف عليه التوم. التوم كده بضيفه على الوش. لو عندك بقى اسمها ايه حبة البركة ممكن تضيفيها. حابة تضيفي ورق لورا تضيفيه. في ناس بتحط كرفس، براحتك. ولازم تغطي الخيار تماما بالمية. يعني ما تسيبيش مثلا خيار فوق يعني ايه فوق مستوى المية، لا، لازم كله يبقى مغمور في المية عشان يطلع معاكي مظبوط. كنت نسيت احط الخل. هو المفروض على الكمية اللي احنا عملناها مية، نضيف عليها مثلا حوالي ربع كوباية خل. فانا هنا كنت جهزت البرطمانين خلاص، فبضيف عليهم شوية خل كده حوالي ايه، في كل واحدة حوالي معلقتين كبار، معلقة ونص كده يعني. بس وتقفليهم كويس قوي. من التركات برضو ان انت تقلبي البرطمان بالشكل ده. طب ليه بنقلب البرطمان؟ عشان يعني ايه الخيار اللي على الوش، وبتقلبيه زي ما انا قلبته كده. الخيار اللي على الوش ياخد تمليحة المية. بسيبه كده حوالي يعني ليلة كاملة، مقلوب بالشكل ده. تاني يوم بعدله كده وبحطه في التلاجة على طول. ليه بحطه في التلاجة؟ لان الجو حر، ويعني ايه ويعني عشان احنا ضايفين خل، فبيبقى الخيار حساس شوية للحر. فلازم ان احنا نحطه في التلاجة. وما تخافيش، في نفس اليوم اللي هو تاني يوم ده هتاكليه عادي وبألف هنا. نسيت بس اقولك معلومة، ان يفضل ان الملح اللي تستخدميه يكون خشن. لو استخدمتي ملح عادي تمام، مفيش مشكلة، بس ده الافضل. وبس كده، سلام عليكم.